قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هذا واحد القطاع اللي خدا واحد الحيز كبير من الأهمية في هذه الحكومة الحالية برئاسة الأستاذ عزيز أخنوش، على أساس أنه تم منح هذا القطاع يعني ميزانيات كبيرة جدا، خصوصا فيما بين 2022 على ما أعتقد 2023 كان واحد التحول اللي هو ملحوظ، ربما 6.8 يعني في الهوس ديال الميزانيه المخصصه. هاد المجانيه اللي كنتكلموا عليها ولا الظرف المجانيه ديال الجامعه العموميه، انا لا اعتقد انه كاين تهديد، لانه في هذا القانون مثلا فاش كتقرا في يعني في الديباجه ديالو ولا في التقديم ديالو ما كايناش شي حاجه اللي كتلمح على اساس انه كاين تهديد حقيقي للمجانيه ديال التعليم. ألا يراهن بشكل أكبر على القطاع الخاص خصوصا الأجنبي؟ خصنا نكونوا واقعيين. اولا الجامعه ما خصهاش تبقى منغلقه على نفسها. طيب، الحال هو انه الجامعه خصها تنفتح على القطاع الخاص كما هو في الدول المتقدمه. الا خليتي هذه الجامعه حابسه راسها بالطلبه ديالها وبالاساتذه ديالها، كيفاش غنقدروا نطوروا هذه الجامعه وحنا مع بعضياتنا؟ ولكن انا فاش كنقول الانفتاح على القطاع الخاص، هذا لا يعني انه راه كنضربوا في المجانيه. الايمان ديالنا بالمجانيه ديال التعليم العالي والتعليم ككل راه كيبقى واحد الاولويه اللي هي اساسيه ما كاينش عليها نقاش، سواء مثلا داخل المنظمه وحنا كنتناقشوا مع الحزب، او كذلك حتى في يعني فكر وسط الحزب لا يمكن المساس بمجانيه التعليم. فبالتالي الا كنا غنتكلموا كاين نقاش بطبيعه الحال على الاستقلاليه بالنسبه لي هي الاستقلاليه الماليه، ماشي مجالس تدبير وهذا.